النهارده هنعمل مع بعض سلطة جديدة، سلطة البطاطس المحمرة باللحمة المفرومة غرقانة في صوص الجبنة. هيطلع طعمها خطير، هتاكلوها كمقبلات جنب أي أكل. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة. أول حاجة هنعملها بعد ما نقشر البطاطس هنغسلها كويس ونشيل أطراف البطاطس ونقطعها على 3 شرايح. لو البطاطس حجمها أكبر هنقطعها على 4 شرايح. بعد كده هنبتدي نقطع الشرايح لصوابع. احنا عايزين حجم الصوابع يكون وسط، ولا هي رفيعة ولا هي سميكة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. نجيب كل كمية البطاطس اللي احنا قطعناها ونحطها في بولة ونغطيها بالمية ونرش عليها معلقة كبيرة من الملح وربع كوباية من الخل من ربع ساعة لنص ساعة عشان البطاطس ما تشربش مننا زيت كتير. بعد ما البطاطس قعدت معانا في محلول النقع نص ساعة هنصفيها كويس وهنجيب فوطة وننزل بكمية البطاطس ونبتدي ننشف فيها كويس قوي ونقلبها وننشف فيها تاني من كل ناحية زي ما انتوا شايفين. خطوة مهمة قوي لازم تعملوها. كده بعد ما البطاطس نشفناها هنجيب بوله ونحط فيها كميه البطاطس ونرش عليها 3 معالق كبار من النشا ونقلبها كويس عشان البطاطس تاخد طبقه من النشا. عشان كده كان لازم ننشفها كويس عشان تطلع مقرمشه معانا. بعد كده هنجيب الطاسه بتاعتنا هنحط فيها الزيت. اول ما يسخن كويس هنحط كميه من البطاطس وما تكونش كتير ونفردهم جنب بعض وما نقلبش لغايه لما البطاطس هتبتدي تاخد اللون الذهبي الخفيف. نبتدي نقلب هتطلع معانا مقرمشه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده هنجهز صوص الجبنة بتاعنا. هنجيب حلة هننزل فيها بكوبايتين من اللبن ونضيف عليهم كيس من صوص الجبنة متوفر في كل المحلات. هنقلبهم كويس على البارد وبعدين نرفعهم على النار. الخطوة دي اختيارية لو انتم مش حابين تضيفوا كمية كبيرة من الجبنة. ممكن الخطوة دي تستغنوا عنها لو هتضيفوا كمية أكبر شوية من الجبنة. هنقلب كويس عشان مفيش أي حاجة تلسع مننا. بعد كده هنرش رشة بسيطة من الملح ورشة بسيطة من السكر عشان تعمل معادلة معانا ونقلب كويس قوي. اول ما اللبن يسخن وهيبتدي يطلع بخار سواء حطينا كيس صوص الجبنه او ما حطيناهوش هنكون مجهزين جنبنا بوله فيها معلقه من الدقيق وشويه من اللبن نقلبهم كويس وننزل بيهم على اللبن ونقلبه. هيبتدي القوام يتقل معانا. هننزل عليهم باربع معالق كبار من الجبنه الشيدر او كوبايه لو حابين نحط جبنه اكتر ونطفي عليها ونسيب الجبنه تدوب في قلب السخونيه. وكده خلص معانا صوص الجبنه. هنجيب البطاطس بعد ما حمرناها ونضيف عليها التوابل بتاعتنا. معلقه صغيره من الكمون والبابريكا والثوم بودره والبصل بودره. ومش هنضيف ملح لان احنا ضايفينه في محلول النقع. وننزل بيهم على البطاطس ونقلبهم كويس عشان تاخد طبقه من التوابل. بعد كده هتضيفوا عليها اللحمه المفرومه حسب رغبتكم كميه حابينها اقل او اكتر وتقلبوها كويس مع البطاطس. ونضيف عليها صوص الجبنه الخطير اللي احنا جهزناه ونخليها غرقانه فيه. اهم حاجه يكون سخن ونضيفه قبل التقديم على طول. زينوها حسب رغبتكم. ممكن ترشوا عليها رشه من الجبنه الشيدر وبكده هتكونوا عملتوا احلى سلطه بطاطس. جربوها وبالهنا والشفا.